السلام عليكم. عارفين لما تكونوا عايزين تعملوا صنف حلو على البارد وما ياخدش معاكم اي وقت في تحضيره، يبقى لازم تجربوا وصفة النهاردة من اجمل الوصفات اللي انت ممكن تعمليها، بدون فرن، بدون دقيق، بدون بيض. ولما بتاخدي منها قطعة بتحس ان انت بتاكلي نوع حلويات فاخر رغم سهولتها، لكنها حقيقي طعمها رهيب. نبدأ في تحضير الوصفة، بس يا ريت ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. هنحتاج 200 جرام من البسكوت السادة، استخدمي اي نوع انت حباه والكمية حسب رغبتك. وبعدين هنطحن البسكوت ناعم، ولو ما عندكيش كبة حطيه في كيس ودق عليه. بعد ما البسكوت ناعم هنفضيه في طبق ونزود نص كوباية من فول السوداني ونطحنها ناعم، والسوداني يكون متحمص علشان يدينا طعم احلى. وبعد ما اطحن السوداني ناعم هنزله على البسكوت، وممكن تزودي على البسكوت اي مكسرات تانية انت حباها او جوز الهند. وبعد كده هزود معلقة كبيرة من الكاكاو الاسباني ونقلبهم مع بعض كويس. وهزود كمان معلقتين 2 كبار زبدة تكون متسيحة، وما ينفعش نستخدم سمنة هتغير معانا الطعم. ونرجع نقلبها تاني لغاية ما البسكوت يتشرب الزبدة اللي احنا ضفناها. واخر حاجة هزودها عليها نص كوباية من اللبن الحليب يكون ساقع، ونعجنها كويس لغاية ما تلم معانا وتكون طرية وما تلزقش في الايد. وكمية اللبن هنا بتقل وبتزيد حسب نوع البسكوت اللي انت مستخدماه، فانزلي باللبن تدريجي لغاية ما البسكوت يلم معاكي. شايفين بقى قوام البسكوت ده؟ القوام اللي احنا عايزينه يكون طري وما يلزقش في الايد. نبدأ بقى نشكلها، هناخد كده قطعة تكون صغيرة ونشكلها على شكل صوابع تكون تخينة شوية زي ما انتم شايفين كده. ونحاول كده ان احنا نضغط عليها ونساوي الشكل بتاعها. شايفين شكلها وكمان سمكها؟ اعملوها بنفس الشكل، هكمل كل الكمية بنفس الطريقة. وبعدين هرصها على طبق وادخلها الفريزر لمدة 10 دقايق تمسك نفسها شوية. وهنجهز صوص شوكولاتة، هنجيب 100 جرام من الشوكولاتة وندخلها الميكروويف لغاية ما تسيح. وبعد كده هنزود عليها معلقة كبيرة من الزيت ومعلقتين 2 كبار من اللبن ونقلبهم كويس مع بعض. وكده احنا جهزنا صوص الشوكولاتة. ومجهزة جنبي طبق فاتحة فيه كيس من بتوع التلاجة علشان احط عليه البسكوت، ولو عندك ورقة زبدة ممكن تحطيها بدل الكيس. وبعد كده خرجت البسكوت من الفريزر وهنزله في صوص الشوكولاتة ونقلبه كويس في صوص الشوكولاتة، وبعدين نطلعه على الطبق. وعلشان البسكوت ساقع فالشوكولاتة هتمسك فيه على طول. وفي الخطوة دي بنستخدم الشوكة علشان نصفي الشوكولاتة من على البسكوت. شايفين بقى هي قد ايه طريقتها سهلة بسيطة، ما اخدتش اي وقت خالص. وبالشوكولاتة اللي هتتبقى معانا هنفضيها في كيس ونعمل خطوط على البسكوت هتدينا شكل حلو قوي. وبعدين هنزينها من فوق بشوية من الفارمايسيل الشوكولاتة، او ممكن تزينيها باي حاجة عندك او ممكن تسيبيها على كده، هي شكلها حلو جدا وكمان طعمها تحفة. وبعدين بناخدها وبنحطها في ورق الكاب كيك. شايفين قد ايه شكلها بجد تحفة وطعمها بجد حلو قوي، لازم تجربوها، متأكدة ان هي تعجبكم. طعم البسكوت مع السوداني والشوكولاتة طعمها بجد رهيب جدا. شايفين قد ايه شكلها من جوه حلوة قوي. صدقوني محدش خالص هيعرف ان انتوا عاملين الوصفة دي من بسكوت، طعمها مختلف لكنه حلو قوي. وشايفين الشكل بتاعها من جوه عامل ازاي. اعملوها بمناسبة رأس السنة وفرحوا بيها ولادكم، بجد هتعجبهم. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل.